السلام عليكم. المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الدنماركي ياس روب. إيه القصة وإيه الحوار في البداية؟ أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. النادي الأهلي النهاردة أعلن عن التعاقد رسميا لمدة موسمين ونص مع الدنماركي طبعا ياس روب. المدير الفني ده يا جماعة سي في قوي جدا جدا يليق بالنادي الاهلي. اقول لكم طبعا اول مميزات الراجل ده، اول مميزاته طبعا ان هو كان لاعب في مركز المهاجم، يعني لاعب يعني مدير فني كان بيلعب مهاجم، لعب في اكتر من فريق في الدنمارك، سجل طبعا خلال مسيرته الكرويه اللي هي 250 مباراه تقريبا 71 هدف. ولكن دي الحاجه الثانيه ان هو في اول موسم ليه كتدريب طبعا كمدير فني درب نادي متواضع في الدنمارك، وخد فيه طبعا خد في الموسم ده كاس الدنمارك، مش الدوري يعني، خد الكاس وحصل فيها كافضل مدير فني في هذا الموسم، رغم ان هو كان اول مره يتولى مهمه التدريب وكان فريق طبعا صغير جدا. بعد كده مسك فريق اسمه جينت الدنماركي، وبرده من خلال طبعا المباريات استطاع ان هو يقود الفريق ده طبعا انه يصعد الى الدوري الاوروبي، رغم ان كان فريق برضه متواضع، وخد فيه طبعا عدى دور المجموعات، وبعد كده طلع من دور ال 16. دي حاجة. برضو درب فريق كوبنهاجن الدنماركي، ومن خلاله طبعا فاز بالدوري الدنماركي ووصل لدوري ابطال اوروبا، تقريبا طلع مش عارف برضو من الادوار الاقصائية او المتقدمة. المهم الراجل ده يا جماعة كل ما بيمسك فريق، مسك ايضا المنتخب الدنماركي تحت 21 سنة، واستطاع ان هو يصعد بيهم الى في دوري الامم الاوروبية الى مراحل متقدمة. يعني راجل كل فريق بيمسكه عامل زي عماد النحاس كده، لما مسك فريق اسوان وكان عامل نتائج، عامل زي مثلا ما واحد يجي يدرب مثلا نادي وادي دجلة ويعمل بيهم مركز متقدم في الدوري المصري. ده نفس النظام. مدير فني السي في بتاعه مش قوي جدا، يعني ما دربش مثلا فرق كبيرة. اقوى فريق دربه اللي هو نادي كوبنهاجن الدنماركي، وزي ما قلت لكم عمل معاه نتائج قويه، وخد معاه الدوري الدنماركي، يعني خد مع نادي كوبنهاجن الدوري الدنماركي ووصل فيه ادوار متقدمه في دوري ابطال اوروبا، وخد مع نادي جينت اللي قلت لكم عليه الدنماركي طبعا الكاس، رغم ان الفريق ده طبعا فريق متواضع جدا استطاع ان هو ياخد بيه الكاس. يعني مدير فني مبشر للنادي الاهلي، عنده تفكير ان هو فكره كله هجومي، لانه هو كان بيلعب طبعا زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو ان هو كان بيلعب راس حربه وسجل 71 هدف. المهم يا جماعه الراجل ده بدايته مبشره جدا، وان شاء الله يعمل مسيره كرويه تكون ناجحه بعد طبعا اقاله المدير الفني خوسيه ريبيرو. والف شكر طبعا لعماد النحاس اللي هيفضل برضو ابن من ابناء النادي الاهلي، وقت ما يحتاجه هيلاقيه موجود. يعني اول واحد بارك ياس روب ده اللي هو طبعا عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي. كنا نتمنى ان هو ياخد فرصته كامله ويدرب النادي الاهلي مثلا موسم ولا موسمين، ولكن يبقى ابناء النادي الاهلي تحت خدمه ناديهم في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان. المهم ده كل يا جماعه ما يخص السي في الجديد للمدرب الجديد طبعا للنادي الاهلي الدنماركي ياس روب صاحب ال 55 عام. انا عن نفسي متفائل. المدرب الفاشل اللي هو خوسيه ريبيرو، انا قلت لكم يا جماعه مع فيديو التعاقد بتاعه انا مش متفائل جدا، مش متفائل نهائي بخوسيه ريبيرو، لان كان متواضع والسي في بتاعه باين ان هو طبعا سي في سيء. تمت اقالته مش عارف من نادي ايه، على مستوى الانديه اللي لعبها مش عارف فشل كام وخسر كام، لكن الراجل ده مسك نادي صغير صعد بيه، ومسك نادي مش عارف صغير تاني خد به الكاس، كوبنهاجن خد به الدوري، لعب في دوري ابطال اوروبا ووصل لمراحل متقدمه. منتخب الدنمارك تحت ال 21 سنه برضه دربهم وخد بيهم طبعا دوري الامم الاوروبيه، صعد ووصل لمراحل متقدمه. ايضا خد كافضل مدير فني صاعد لاول مره في حياته، كان هيدرب فيها فريق وكان ماسك فريق متواضع وخد بيهم افضل مدير فني في هذا الموسم في الدوري الدنماركي. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي وتكون بدايه قويه جدا باذن الله. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم. السلام عليكم.